يا مساء الفل عليكم. النهاردة هعمل معاكم السمان بطريقة مختلفة وبحشوة مختلفة، يا رب تعجبكم. هنعمل معاها رز وهنعمل معاها بطاطس في الفرن، بجد روعة. انا متأكدة ان الوصفة دي هتعجبكم، لان السمان فعلا طعمه جميل وبالحشوة دي حلوة قوي. يلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب مثلا بصلتين كبار ونقطعهم جوانح ونخليهم يتشوحوا على الزيت او سمنة او زبدة زي ما تحبي. وبعد كده هننزل بشرايح الثوم، حوالي 5 فصوص ثوم، وكل البهارات اللي عايزينها، ملح وفلفل اسود و7 بهارات بس او بهارات اللحمة هتبقى كويسة جدا. بعد ما حطينا التوابل نبدأ نجهز السمان ونحط فيه التتبيلة او الحشوة بتاعتنا. بجد يا جماعة حشوة في منتهى الروعة وحلوة قوي. هنحط كده شرايح البطاطس من تحت، نحط ورق لورا وحبهان، يعني نظبطها كده. حابين طماطمايه نحط، شوية بصل برضو، يعني هيضيف معانا الطعم جدا. هنبدأ نحشي السمان بالحشوة بتاعتنا بالشكل ده. ولما اجهز الصينية هبدأ اجيب ورق فويل واغطيه بيها. طبعا نكون مجهزين الفرن قبل ما ندخل الصينية، يبقى الفرن سخنة على درجة حرارة 200. نحطها على الرف الأوسط علشان البطاطس ما تتلسعش من تحت. خدوا بالكم احنا مش حاطين مية ولا أي حاجة، هي لوحدها هتستوي. بعد ما يستوي السمان بعد تلت ساعة نبدأ نشيل الفويل علشان السمان ياخد لون من فوق. وبألف هنا، باي باي.